السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. جايلكم النهاردة بحلقة جديدة ومميزة جدا. اهلا بكم في قناتكم الحكاية بتقول ايه، القناة اللي بنحكي فيها قصص مش بس علشان نسمعها لكن عشان نعيشها نحسها ويمكن نلاقي فيها نفسنا. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بلايك وتعليق حلو عشان نوصل الحكاية دي لقلوب اكتر. ويلا بينا نسمع سوا حكاية الطير اللي كان بيخاف من الطيران. ما تيجوا نشوف الحكاية بتقول ايه. بتقول ان كان في طير صغير اتولد فوق غصن شجرة عالية جدا وسط عش دافي وجناحات لسه متعلمتش تطير. كل يوم كان يشوف الطيور وهي تطير بعيد، ترجع بعد ما تشوف الشمس والبحر والجبال وتغني وهي فرحانة. بس هو كان بيخاف، بيقول لنفسه انا مش زيهم، لو طرت ممكن اقع، ممكن اتوجع، يمكن محدش يلحقني. كل مامه تقوله يلا يا حبيبي جرب تفرد جناحاتك، يرجع خطوة لورا ويقول مش دلوقتي يا ماما، يمكن بعدين. المواسم بتعدي والطيور بتهاجر وهو لسه واقف على نفس الغصن، لحد ما في يوم جت ريح جامدة والفرع اللي واقف عليه اتكسر، وقع. بس وهو بيقع فتح جناحاته غصب عنه، وياه أول مرة يحس بالهوا تحت جناحه، أول مرة عينه تشوف الدنيا من فوق. موقعش، طار. عارفين ايه الغريب؟ اللي كان بيخاف من الطيران اتولد أصلا عشان يطير. يمكن نكون كلنا في وقت من حياتنا كنا زي الطير ده، واقفين على غصن خوف، مش قادرين نغامر ولا نبدأ خطوة ولا نفرد جناحاتنا. بس الحقيقة الخوف مش هو اللي بيحمينا، أوقات بيحبسنا عن الحياة اللي مستنيانا. افتكروا اللي اتخلق بجناحات لازم يجرب يطير، حتى لو وقع هيتعلم. لو الحكاية دي لمستكم اكتبوا لنا في الكومنتات ايه الخطوة اللي خايفين تبدأوها، وايه الحاجة اللي مستنية منكم شجاعة بسيطة. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بلايك عشان نستمر نحكي ونفضل دايما نسأل سوا الحكاية بتقول ايه. وبس كده، كان معاكم ملك إسلام من قناة الحكاية بتقول ايه.